هلو اخباركم ايه؟ وحشتوني كتير كتير. يلا نعمل مع بعض النهارده فيديو تحفه جدا. محبي الكراميل اجمعوا معانا هنا، هنعمل جناش كراميل ما حصلش. هنعمل وصفه حلوه قوي ليها اكتر من اسم: جناش كراميل، كراميليتو، رومانتك كراميل، رومانتك جناش، شوكليت كراميل. المهم ان هو حاجه تحفه جدا، نقدر نستخدمها روزيتات، ونقدر كمان نعملها مسحه بسيطه كده. بصوا استخداماته كتير. يلا بسرعه لايك وشير ونبدا بسم الله ونشوف هنعمل ايه مع بعض. اول حاجه نزلنا هنا في طاسه فيها بالظبط 200 جرام سكر. 200 جرام سكر في طاسه كده تكون الومنيوم، ما يكونش جنبنا اطفال. عشان ليه الومنيوم؟ عشان اللون الكراميل يكون واضح معانا. تمام، وصل معانا لاي درجه احنا محتاجينها. على نار هاديه جدا ببدا ان انا اسيب السكر من غير اي حاجه يسيح على مهله خالص لحد ما يوصل معايا للون اللي انا عايزاه، او يوصل معايا لانه يبقى سايح سيكه. ببدا في الحاله دي ان انا اقلب. انا ما بقلبش خالص في الاول، بنزل بس ب 200 جرام سكر من غير اي حاجه يسيح في الطاسه. تمام، لحد ما يسيح معايا خالص. بعد كده ببدأ ان انا استخدم المعلقة واقلبه كويس جدا زي ما انتوا شايفين. تمام كده، خدوا بالكم هو ساح لكن لسه فيه برضو بعض حبيبات السكر لسه ما ساحتش. انا هستنى لحد ما السكر يسيح معايا تماما. تمام، خدوا بالكم في درجة بسيطة جدا بين لون الكراميل اللي هو العسلي وبين انه يتحرق، فخدوا بالكم هي شعرة بسيطة خالص بين الاتنين. تمام، درجة لون الكراميل تقدري توصلي لها زي ما انت عايزة، تقدري تفتحي عن كده كمان. مجرد بس ما لونه يبقى اتكرمل بسيط يبقى كده خلاص. كده انا معايا 2 معلقة كبيرة من كريم شانتيه، هدوبها في 150 جرام مية سخنة او حليب او كريمة. يعني هستخدم ال 200 جرام سكر لهم 150 حليب او 150 كريمة او 150 مية سخنة. تمام، لكن انا عايزة اعزز الطعم شوية، هزود للمية السخنة 2 معلقة كريم شانتيه. تمام، بدوبها فيها كويس جدا. وبعد ما بحس ان هو خلاص الكراميل بدأ يسيح معايا تماما ويوصل معايا لدرجة اللون المطلوب، ببدأ انزل عليها بالخليط اللي احنا عملناه حالا ده مع بعض. اهم حاجة اقلب كويس جدا عشان ما يكونش فيه اي تكتلات من الكريم شانتيه موجودة معانا في اللبن. وحتى لو حصل فيه تكتلات، وحتى لو لسه تكتلات من الكريم شانتيه او تكتلات من السكر، ما تقلقوش خالص. ما تفتكروش ان كده خلاص الكراميل باظ مننا، ده لسه فيه حتت كتيرة متجمعة او متكتلة، فتفتكروا ان الكراميل باظ. اطلاقا، هنحل كل حاجة مع بعض واحدة واحدة ونقول على كل الاخطاء وازاي لو حصل ده معانا ازاي نتفادى ده. كده بصوا هنا خلاص، بصوا السكر ساح تماما. تمام، بصوا كده بقى ميه خالص. بصوا مفيش كده خلاص معانا اي تكتلات للسكر او حتى حبيبات ظاهره. ببدا هنا بسم الله، وخدوا بالكم علشان البخار ممكن بعد الشر يحرق ايديكم. بالراحه كده على دفعات متباعده علشان الصهد او البخار ما يطلعش عليكم وبعد الشر يحصل اي كوارث يعني مش لطيفه بعد الشر. تمام، بصوا بقى انا هنا عملت حاجه المفروض ان هي اكاديميا او تعليميا للبنات اللي لسه داخلين المطبخ صغير. المفروض ان انا ما اعملش ده. المفروض ان انا انزل باللبن الساخن على دفعات واحده واحده، ولما يدوب ويتجانس ابدا انزل باللي بعده. تمام، لكن انا عشان عارفه ده على طول بعمله وعلى طول ايدي فيه وبعمله عشرات المرات، فمتعوده عليه. نزلت بيه كله مره واحده، وبعد كده لو حصل معايا اي حاجه تكتلات هنحلها بعد كده عادي. تمام، مجرد مساح، مجرد ما اي تكتلات سكر دابت معايا على نار هاديه، ببدا انزل بالشوكليت البني. نزلنا بحوالي 100 جرام شوكليت بني عادي. تمام، انا هنا نزلت ب 100 جرام شوكليت حليب. تمام، مش شوكليت اللي هي الدارك، لا الحليب. وكمان 100 جرام شوكولاته بيضاء. يبقى المقادير معانا لحد دلوقتي 200 جرام سكر، 150 جرام ماء ساخن او حليب او كريمه. لو هنستخدم ماء ساخن انا عززت الطعم ب2 معلقه من كريم شانتيه. كمان مجرد ما الدنيا ساحت معانا خلاص من كل المكونات دي، نزلنا عليها ب 100 جرام شوكولاته ميلك، وكمان 100 جرام من الشوكولاته البيضاء. تمام،
اهم حاجه على نار هاديه علشان الشوكولاته ما تتحرقش. ببدا هنا انزل برشه ملح علشان اكسر التسكيره بتاعه طعم السكر. دايما اي حاجه فيها كراميل لازم نديها شعره صغننه كده من الملح، تعمل توازن شويه بين الطعم ده وده. تمام. هنا بصوا يعني بالظبط ربع معلقه صغيره من النسكافيه نزلتها كده على الخليط علشان تعزز لي طعم الشوكولاته معايا. وببدأ بقى طبعا انا كده كنت بحاول ان انا اعملها بايديا، بدوبها بين ايديا وكده خلاص. ببدأ اقلب الخليط ده على نار هادية جدا. خدوا بالكم الشوكولاتة ما تتحرقش، نار هادية، او الاحسن ان احنا نطفي البوتاجاز تماما. ولما نحس ان في بعض الشوكولاتة لسه ما دابتش معانا عادي خالص، يعني دوبك نعلي بس البوتاجاز سيكة صغيرة كده، نشغل عليه البوتاجاز وبرده نار هادية جدا. تمام. الشوكولاته من الحاجات سريعه انها تتحرق بسرعه، فناخد بالنا من الخطوه دي كويس جدا. ببدا بعد كده انزل ب 25 جرام زبده. 25 جرام زبده يعني حوالي معلقتين اكل. تمام. معلقه الاكل 15 جرام او 16 جرام، فنقول معلقتين يعني حوالي 25 او 30 جرام زبده. ده كفيل جدا انه يديني لمعه حلوه للكراميليتو او الرومانت الجناش. حاجه بصوا طعمها فوق الخيال. نقدر نستخدمها باكتر من طريقه، نقدر نسيحها ونعملها زي كوتنج او تغليف للسويس رول، او تغليف لتورتايه بعد ما بنجلسها بالكريمه. نقدر بعد ما نسيبه طبعا، بس في الوقت ده تكون الكريمه محطوطه في الفريزر شويه وسقعه شويه. هنا نقول الاول ان هنا ليه استخدمت الهاند بلندر، تحسبا لاي في تكتلات بسيطه من السكر. طبعا ما كانش فيه معانا خالص، بس تحسبا لاي تكتلات بسيطه من الكريم شانتيه او من الشوكليت. تمام. بالهاند بلندر كده على السريع، وببدا بعد كده اصفيه علشان اخد بصوا يعني رومانت الجناش او كراميليتو ناعم بيور جدا. تمام. يكون صافي كده، بصوا الشكل تحفه واللمعه بتاعته رهيبه. تعالوا نكمل كمان ان هو سايح نوعا ما كده. تمام. تكون الكريمه او التورتايه متسقعه، وابدا انزل عليها بعمل لها جليز بيها. تمام. بصوا اللمعه بتاعتها، بصوا القوام تحفه تحفه، وطعمه حاجه فخامه 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 تحفه ولا اروع. اقدر في الوقت ده ان انا احطها في علبه في التلاجة واحفظها معايا في التلاجة او في الفريزر لايام والكام اسبوع والدنيا تمام جدا. اقدر لما اسيبه كمان في التلاجة يا بنات ويسقع، اقدر ان انا اخده اعمل منه حشو للشوكليت، اقدر اعمل منه حشو للكب كيك. تمام. حقيقي شغله كتير جدا وحلو جدا، ولما بتعملي حاجه منه بتبقى حاجه تشرف. عارفه لما بتعملي حاجه تشرف كده او في حاجه تبقى فخمه، هو ده. هنا بعد ما كان خلاص برد، عدى عليه وقت كام ساعه حلوين كده. بصوا اللون من جوه تحفه. في الوقت ده انا ممكن اخده احشي بيه عادي جدا كب كيك، هيبقى تحفه. احشي بيه مثلا واخلط عليه شويه كريم شانتيه واعمله حشوه للسويس رول، اعمله حشوه لجاتوه، حشوه لتورتايه. يعني اقدر ان انا اوظفه في كل الاوقات. هما ايه؟ حاجه ما حصلتش تحفه. هنا ببدا ان انا اعمل له خفق سريع كده بالمضرب، وممكن ما اعملش خفق، لكن انا كنت عايزه افتح لونه سيكه وكمان اخليه هش معايا علشان اعمل منه روزتات كده على الجاتو. ممكن برضو تعملي روزتات من غير استخدام ان هو يتخفق بالمضرب، بس برضو انا حبيت ان انا اديله هشاشه سيكه كده، فاهميني؟ بصوا اللون هنا عامل ازاي. يا سيدي طعم بقى ولا اروع، مش عايزه اقول لكم طعمه كان تحفه ازاي. كده نقول مع بعض تاني مقادير الكرامليتو: 200 جرام سكر، 150 جرام سائل سواء ميه سخنه او حليب او كريمه، 100 جرام شوكولاته بيضاء، 100 جرام شوكولاته ميلك، 25 جرام زبده ورشه ملح. هنا كنت بحاول اعمل روزتات على الجاتو. دمتم في رعايه الله. لايك وشير، استنونا في الفيديو الجاي. باي باي.